ليه ممكن انسان يحول جسم طفله لدميه بشريه؟ ايوه، عرايس لعبه. والغريب ان محدش قدر يكتشف الموضوع ده لمده 10 سنين ولا حتى اهله. ازاي قدر يعملها؟ وازاي محدش قدر يكتشف الموضوع ده للمده دي كلها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. اناتولي ماسكفين هو اللي قدر يحول جسم 29 طفله لدميه بشريه. خلينا نبدا بالحدث الرئيسي في حياته واللي وصلته للهوس ده. يوم من الايام اناتولي كان راجع من المدرسه وهو تقريبا عنده 11 سنه. في حاجه وقفته. مره واحده بيبص لفوق لقى شويه رجاله لابسين بدل سودا. قالوا انت رايح فين؟ قال لهم راجع للبيت. وطبعا بسبب سنه الصغير وان هو كان لوحده ما كانش عنده اي فرصه للهرب. الناس دي كانت السبب الرئيسي في تحول الولد ده لمريض نفسي، ولحد النهارده محدش عارف الناس دي عملت كده ليه. اخدوا الولد ده لجنازه بنت صغيره ووقفوه عند التابوت واجبروه ان هو يبوس البنت دي اكتر من مره. النتيجه للي حصل ده الولد بقى مفتون بالموتى والمقابر لدرجه انه حول الموضوع لدراسه وبدا يدرس الموتى والقبور لحد ما بقى مؤرخ. في يوم من الايام خرج اناتولي في نص الليل وكان معاه اداه للحفر وشوال كبير. فضل يتحرك في نص الليل لحد ما وصل للمقابر وفضل يدور ما بين المقابر دي لحد ما لقى قبر على ما اظن ان هو كان احسن اختيارات. وتقريبا البنت دي كانت في نفس سن البنت اللي اجبر اناتولي ان هو يبوسها وهو طفل. حفر القبر بسرعه لحد ما وصل فعلا للتابوت وقدر ان هو يطلع جثه اولجا ويحطها في الشوال اللي كان جاي بيه، ورجع القبر زي ما كان بدون اي اثر واخد الجثه ورجع للبيت. وصل البيت وحط البنت بشكل مستقيم وبدا يحضر محلول مكون من الملح والخميره. فضل يخرم في جسم البنت وحط لها المحلول ده فعلا وغطى وشها بالنايل. وكمان وصله هوسه انه هو قدر يلبس البنت دي تقريبا كان هودي احمر وجيب رصاصي وشراب لحد الركبه وشوز سودا وكلامسه اخيره كمان حط لها ميك اب. والغريب ان اناتولي قدر يكرر الموضوع ده مع 28 طفله اخرى، وان هو كان عايش معاهم حياه طبيعيه جدا. كان بيتفرج معاهم على التلفزيون، كان بيحتفل باعياد ميلادهم، وقدر يعمل الموضوع ده لمده 10 سنين ومحدش قدر يعرف ولا حتى اهله. كل ده تم اكتشافه لما كثرت البلاغات عن الجثث المفقوده لحد ما الشرطه قدرت ان هي توصل لبيت اناتولي، وبالفعل لقوا الجثث المفقوده. وقدروا ان هم يلاقوا في بيت اناتولي 29 دميه للجثث المفقوده مع اشياء كانت موجوده معاهم في القبور زي صور ليهم مثلا. الغريب ان لما الشرطه سالت اهله عن الموضوع ده كان ردهم ان هم افتكروا ابنهم عنده هوايه تصنيع الدمى الكبيره وما شكوش ابدا في الموضوع ده. واكتر حاجه ممكن تجنك من الموضوع ده لما تسال اناتولي انت عملت كده ليه؟ كان رده دول بنات ما لهمش اهل في نظري، لان ببساطه اهلهم دفنوهم فاصبح ما لهمش حق فيهم. وفعلا كان سبب كل ده هو الحادث الاليم اللي حصل له وهو صغير اللي محدش عرف سببه حتى الان. ممكن نستفاد من القصه دي بايه؟ ان فعلا اي حاجه بتحصل لنا واحنا صغيرين بتفضل مأثره فينا ومصاحبانا لحد ما نكبر. علشان كده دايما خلينا نصاحب اطفالنا ونكون معاهم خطوه بخطوه.